السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي طلاب جريد 6. برحب بيك في آخر درس في يونت 11. أزغرط يونت 11 الحمد لله كده هتكون خلصت بالسلامة وخلصنا منها، وإن شاء الله درس مهم جدا. جهز كشكول الجراف بتاعك والورقة والقلم بتوعك ويلا بينا يا نجم. طبعا في حاجتين مهمين عايزك تفرق بينهم، تفرق بين حاجة اسمها الباراليل والبربنديكولر. باراليل يعني حاجتين عمرهم ما يخبطوا في بعض ابدا، زي التو لاينز اللي قدامك دول باراليل لبعض، ده يفضل ماشي اهو وده يفضل ماشي، عمرهم ما يخبطوا في بعض ابدا. بربنديكولر بالشكل ده، دول كده بربنديكولر على بعض. عارف مين كمان بربنديكولر؟ الاكس اكسس والواي اكسس اللي احنا عمالين نرسم فيهم دول بربنديكولر. الباراليل بنعملها كده اهو، والبربنديكولر بنعملها كده اهو. بربنديكولر معناها عامل رايت انجل ب 90 يعني. طيب تعالى بقى كده ركز معايا ويلا بينا نشوف يا باشا ايه المهم على طول. تعالى بقى بص يا حبيب قلبي، نبدأ بأول حاجة كده لازم تركز فيها. السكوير ده اسمه كوادري لاترال. اسمه ايه؟ كوادري لاترال، يعني حاجة من 4 سايدز. أول حاجة اهو، وعند كل السايدز ايكوال، يعني السايد اي بي قد السايد بي سي قد السايد سي دي قد السايد اي دي، وعنده 4 رايت انجلز. الانجلز بتاعته كلها رايت ب 90 ديجري. ده مهم جدا جدا جدا، خلي بالك. طيب في معلومه مهمه، ايه علاقه الاي بي بالدي سي؟ ادي الاي بي اهو وادي الدي سي اهو بارلل لبعض عشان عمرهم ما يخبطوا، فبنعمل كده. طب الاي بي ايه علاقته بالبي سي؟ بص كده، الاي بي اهو البي سي اهو بينهم رايت انجل، يبقى بيربنديكولر. في مشكله كده؟ طيب تعالى بقى. طبعا الدرس ده شبه الدرس اللي فات بالظبط، ما تخافش منه، فان شاء الله مش هياخد مننا وقت. كتاب المعاصر مكبر الموضوع قوي. تعالى بقى حبيبي، بيقول لك حط البوينت A وB وC ودي على الكوردينيتس بلين. ادي ال A21 حطينا ال A، ادي ال B601 حطينا ال B، ادي ال C605 حطينا ال C، ادي ال D25 حطينا ال D، وصلنا مع بعض كده ادانا سكوير. طيب قال لك بقى ايه؟ ركز بقى كده معايا، ركز بقى. بيقول لك ايه؟ بيقول لك state the name of figure. بس انت بقى دلوقتي انت على طول رحت قايل ده سكوير. لا، هو مش عايز كده، هو عايزك تقول له بقى بستبس ان هو سكوير. ليه؟ هو السكوير ده بيكون فيه ايه؟ بيكون عنده 4 سايدز ايكوال. قال لك بقى تروح تجيب الديستنس بقى، انت راجل جامد ودارس الديستنس من الدرس اللي فات. تعال عشان مش هنكبر الموضوع، حضرتك وقف الفيديو واشتغل. روح هات الديستنس بتاعت الاي بي مره، افكرك ولا ايه زي الدرس اللي فات؟ والله يا حبيبي لو انت ما اتفرجتش على الدرس اللي فات مش هتفهم حاجه في الدرس ده، فامشي وسيب الفيديو بدل ما تتعقد من الدرس، نصيحه. طيب صدقني يا حبيبي لو انت ما اتفرجتش على الدرس اللي فات مش هتفهم حاجه. طيب طبعا التاني زي التاني فكك منه، ال2 وال6 زي بعض، ناخد ابسوليوت الاولاني ماينس ابسوليوت التاني، 6 ماينس 2 يديك 4، يبقى الديستنس هنا 4. روح بقى هات الباقي، هات الاي دي بنفس الطريقه، الدي سي السي بي هتلاقيهم كلهم هيدوك 4. فانت هتقول خلاص ده كلهم كده السايدز بتوعهم ايكوال. تمام؟ فكده هتقدر تحدد ان ده سكويرد. كمان عشان انت شايف بعينك ان دول بيربنديكولار على بعض اهو، هتكتب بقى زي ما هو كاتب كده اي بي بيربنديكولار اي دي، اي بي بيربنديكولار بي سي، تكتب ان هم بيربنديكولار، يبقى كده الشكل ده هتقول ان هو سكوير في الاخر. درس بيتكلم عن الاشكال، ترسم وتكتشف بقى. تعال برضو بيقول لك ايه؟ حط البوينت A و B على الكوردينيتس بلين. تمام؟ وبيقول لك هات لي البوينت دي وسي اللي يخلوا الشكل سكوير. طب بالراحه كده، شغلي اهبل. الاي بنيجاتيف 2 1 ادي الاي اهي، والبي 4 1 ادي البي اهي 4 1. وصل دي كده، هو عايز البوينت اللي تخلي الشكل سكوير. روح هات الديستنس اي بي 1 2 3 4 5 6 او هاتها بالقانون 6 يونتس، يبقى لازم تمشي هنا 6 1 2 3 4 5 6 وتحط البوينت دي. تشوفها بقى هتلاقيها 4 و7. نفس الطريقه جبت الدي. طب يا مستر ركز بقى كده معايا عشان لازم انت تكون طالب فاهم. حبيبي المحترم ركز بقى كده معايا، كده انت عرفت ان النيم سكوير وجبت البوينت وشكرا، خلاص شكرا يعني، مش عايزين نرغي كتير. طيب في معلومه مهمه بقى لازم حضرتك تكون عارفها، ركز بقى. او هو هبان اهو ان شاء الله في الدرس ده. هو مديك بيقول لك ان الشكل ده سكوير، ومديك دي 5 و6 وعايز يعرف بقيه كل حاجه.
خلي بالك بيقول لك ان السايد لينس ب 30 يونتس. ماشي، تعالى بقى ركز معايا. اللي انت لازم تكون عارفه يا بابا ان مش دي 5 و6 يبقى لازم البوينت دي هتكون دي 5 وحاجه، بس انت ما بتعرفش ايه الحاجه دي. ليه؟ عشان الاثنين على نفس الاكس اهو، على نفس الاكس اللي هي 5. طيب تعالى بقى، مش دي قال لك ان دي 5 و6؟ قال لك ان دي 5 و6 اهي، يبقى دي كده اكيد حاجه و6. صح يا مستر. طيب تعالى بقى كده ركز معايا، ركز معايا الله يكرمك. طيب بص بقى احنا هنعمل ايه؟ احنا عارفين ان الديستنس، بص بقى دي هنسميها 5 واي 3، وخلي بالك ان هنا الديستنس هتكون 30. فحضرتك عارف ان الاولاني زي الاولاني، وانت عارف ان الساين الاثنين بوزيتيف، فبتاخد القانون ماينس، تاخد الكبير، اكيد دي الكبيره عشان هي اللي فوق، يبقى واي 3 اسمها كده، ماينس اللي تحت اللي هي 6، لازم الناتج يديك 30، يبقى الواي 3 ماينس 6 ايكوال 30، يبقى الواي 3 دي ب 36. خلاص يبقى دي ب 36، 5 و 36. في اي مشكله؟ طيب تعالى بقى، احنا جبنا دي ب 36، فبالتالي خلي بالك برضو ما هم الاثنين نفس الواي، يبقى دي برضو 36 حاجه و36. طيب ماشي، تعالى بقى اشتغل هنا عشان لو جبنا دي كده المساله خلصت. شيل ال6 مع ال6 والاثنين بوزيتيف، يبقى تعمل ماينس، واكيد دي الكبيره، سمي دي اكس 1 يا عم، يبقى اكس 1 ابسوليوت بتاعها ماينس ابسوليوت ال5 ب5 هيديك 30، يبقى الاكس 1 ب 35. في اي مشكله؟ يبقى دي 35، يبقى دي برضه 35. تعال نشوف بقى، يلا بينا يلا. البي 36 و6 اهو 30. ثانيه واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، الدي 5 و36 صح. طيب وايه تاني؟ والسي 35 و36، 35 و36 صح. طيب فين البي؟ والبي 35 و6، البي 35 و6 صح. والسي كلهم صح الحمد لله. طيب شكل الريكتانجل، انت عارف ان الريكتانجل عنده فور رايت انجل، وعنده السايدز اللي قصاد بعض بس هي اللي قد بعض. تعالى بقى كده نمشي بالراحه. الريكتانجل لازم تبقى عارف ان انت لما بتيجي تجيب 4 سايدز، ما هو عنده 4 سايدز، هتلاقي 2 قد بعض و2 تانيين قد بعض. تعالى بقى، قال لك حط الاي والبي والسي والدي، راح حط الاي والبي والسي والدي، وقال لك اكسبلين وقول لي اسم الفيجر ده. ماشي، ما علينا بقى، يقول لك اثبت ان هو ريكتانجل، يقول لك اكسبلين اسمه ايا كان يعني. قال لك بمنتهى البساطه هنروح نجيب الاي بي دي ازاي؟ النيجاتيف 1 زي النيجاتيف 1، سيبك منهم، ودي 2 نيجاتيف 2 ودي 4. طالما دي نيجاتيف 2 ودي 4 يبقى انت هتعمل بلس ابسوليوت النيجاتيف 2 بلس ابسوليوت ال 4، هيديك دي 2 ودي 4، يبقى الاجابه 6 في الاخر، 6 يونتس. هتروح تجيب دي كمان هتديك 6، هتروح تجيب دي هتديك 4، فتجيب دي فتديك 4، فتقدر تستنتج ان الشكل ده ريكتانجل بس وشكرا. طيب نفس الكلام هنا، تعالى بقى كده ركز معايا، يلا بينا. بص يا حبيب قلبي بقى، ركز معايا كده اهو بيقول لك معاك البوينت A 1 1 اهو، انا بحب احل كده على طول، ادي 1 1، البي 5 1، البي اهي هنا 5 1 ماشي، دي البي. السي 5 و4، 5 و4 ادي دي السي اهي. هو عاوز بقى يعرف فين الدي، اهو الدي اكيد مكانها هنا، ده مش عشان من الرسمه اهو، 1 و4 اهو، 1 و4. هل الشكل ريكتانجل؟ ريكتانجل. ليه؟ هتروح تجيب الديستنس، لا ده هو بيقول لك لو الشكل اثر كده كده ريكتانجل. طيب ماشي، كل طالب يحل بطريقه، المهم حضرتك تعرف تحل. طيب تعالى بقى، الترينجل بقى بوليجون معروف ان هو من 3 سايدز، عشان بس ما يبقاش عندك اي مشكله وانت شغال. تعالى بقى ركز معايا، نحل على طول. هل البوينت A وB وC دي هتعمل لي فيرتيسيز لترينجل رايت؟ رايت ده يعني لازم يكون عنده انجل رايت كده اهو. هنرسم ونشوف، طبعا درس سهبل خالص، ما تكبرش الموضوع. الاي ب 2 1 ادي 2 1 اهو، دي الاي اهي. البي 2 5 ادي 2 5 اهو، دي البي. السي 5 1، السي 5 1 ادي دي السي اهي. وصل دول يا باشا كده اهو بالرولر، طبعا عنده انجل رايت اهو، طالما ده يا باشا عدل مع ده كده يبقى عنده انجل رايت. طبعا هتسمي دي الايه، هتقول له ان الاي بي
بيربنديكولار اصلا مع الاي سي، يبقى ترينجل ده رايت. ماشي. هيخش على الترابيزيوم بقى. الترابيزيوم دي عنده حاجه معروفه خالص، شكل بص ملوش غير كلمتين دايما بنقولهم على طول. الترابيزيوم كوادريلاترال يعني من 4 سايدز، هاز اونلي 1 بير باراليل. 1 بير يعني 2 سايدز بس اللي باراليل، عنده دول بس اللي باراليل لبعض، عمرهم ما يخبطوا ببعض اهو. عنده دول بس اللي عمرهم ما يخبطوا ببعض وباراليل لبعض، او دول باراليل. اما الاثنين التانيين دول لو كملوا هيخبطوا ببعض. طب تعالى نشوف الموضوع، باينه قوي يعني، بيبان. هنرسم الاي بي سي دي، حط الاي والبي والسي والدي على الكوردينيتس، وطبعا لقى ان الدي سي بارل للبي اي. طالما في اتنين بس بارل لبعض والاتنين دول مش بارل، قول لي عرفت منين؟ عشان لما تيجي تكمل ده وتيجي تكمل ده يخبطوا، فكده قدرنا نعرف ان الشكل ده ترابيزيوم وانت مغمض. طيب اخر يا باشا سؤال ويبقى خلصنا الحمد لله اليونت كلها بفضل الله. اهو بيقول لك جراف اند كونكت ذا جيفن، مديك البوينت A والبي والسي والدي وحدد الشكل. الاي نيجاتيف 1 و3 اهو، الاي اهو هنا نيجاتيف 1 و3 دي الاي. البي 5 و3. لما تكبر كمان هتعرف حاجات اكتر من كده بكتير، وهتعرف ازاي تحدد البارلل بطرق تانية والبربنديكولار وبلاوي يعني. طيب السي 5 ونيجاتيف 2، 5 ونيجاتيف 2 اهو دي السي. الدي نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 ادي نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 اهو، اللي لسه ما بيعرفش يحط البوينت المفروض اوصل بالرولر. ها طبعا باينه ان دول بارلل لبعض وانت هتوصل احسن مني، اما دول مش بارلل، لو كملوا هيخبطوا ببعض كده اهو من غير ما نبوظ الشكل. فالشكل ده ترابيزيوم. ليه ترابيزيوم؟ ليه ترابيزيوم؟ ليه؟ هتقول له اهو تعالى سيبك، خليك في الكتابه، انت الرسم كده كده هتعرف تظبطه بالرولر. عشان الاي بي بارلل تو دي سي بس، اما الاي سي نوت بارلل تو بي سي لو انت عايز ترغي يعني. طيب كده حبايب قلبي الحمد لله، يعني اخيرا الواحد تعب جدا. فاضل ان انا اصور اكسرسايزز الليسون ده والامتحان بتاعه وابقى خلصت من يونت 11 بقى، واقوم اروح بقى. ده انا بصور اليونت كلها في يوم واحد. ربنا يوفقكم ان شاء الله دايما، وطبعا انتوا تستاهلوا اي تعب، وربنا يوفقكم ان شاء الله ويبارك فيكم، والتوفيق ليكم ومع السلامه.